يعني انت منورني ومشرفني، ويعني دي حاجة عزيزة عليا جدا ان في واحد من الناس اللي انا بحب اتابعهم وبحب المحتوى بتاعهم، وفعلا الناس اللي هي تقدر تقول بتصنع محتوى فعلا على التيك حبيبي توك، والله. من الناس القليلة فعلا يا علي اللي بتعمل الموضوع ده. يعني انت منورني والله، بنورك ويعني لما والله مهما قلت في حبيبي. كلام مش هوفي لك حقك يعني. يعني خلينا نبدأ كده ايه بسرعة، وخلينا نبدأ أول سؤال وطبعا سؤال متوقع جدا، بس ده لازم ايه. يعني انت بايه بتفتخر بنفسك كده؟ عرف لنا نفسك يا علي بقى بعد كل الحاجات بص الفظيعة اللي انت انا عملتها دي. يعني ممكن نبدا من الجامعه، اللي هو انا مهندس الاول معماري. انا مهندس معماري، جيت على اخر سنه كده ابتديت مع نفسي كده انا عايز اعمل حاجه وبتاع وكده. ابتديت اتعلم بقى الفوتوشوب، لان الفوتوشوب كان جزء منه كده كده هينفعني في شغلي كعماره، وفي نفس الوقت كان حاجه جديده مختلفه اجربها. فبدات بموضوع الفوتوشوب ده على النت، اتعلم مع نفسي كده وامشي ورا توتوريالز وبتاع، وقعدت اشتغل لحد ما لقيت الدنيا ابتدت يجيلي شغل فريلانس. وابتديت في نفس الوقت انزل شغلي ده على السوشيال ميديا. فلقيت برضو في اقبال من ناحية السوشيال ميديا، والسوشيال ميديا بتكبر والدنيا بقت جميلة ومعرفش ايه وكده. فدي كانت بداية سكة السوشيال ميديا بقى، وان انا اصلا اسيب شغل امم هندسة. تمام. اتنقلنا بقى النقلة مرة واحدة اللي على التيك توك، بدأت امتى بقى؟ التيك توك بقالي بالظبط سنتين. سنتين. اه. واول حاجة بقى نزلتها على التيك توك انت كنت يعني من سنتين ما كانش التيك توك زي دلوقتي على ما اظن، فانت اصلا جات لك الفكرة منين ان انت تبدأ تنزل شغلك على ابلكيشن محدش عارف مستقبله ممكن يبقى ايه؟ ردة الفعل جات ازاي؟ لقيت بص، المحتوى ماشي باللي انت بتفكر فيه، ولا مرة واحدة قلت لا انا ممكن ما اكملش فيه؟ هقول لك. بص، هو التيك توك من اواخر 2019، ويمكن الناس بره او الاجانب بيتكلموا عليه ان هو في بوتنشال، او في يعني يعني في ليه مستقبل. امم بدأ يمكن في مصر شوية وقت الكورونا، اللي هو شهر 2 او 3 2020. امم انا بدأته في اخر شهر 12 2020. فكان تمام. اوريدي ظهر ناس مصريين في الفترة دي بيعملوا محتوى هادف ومحتوى حلو ومعرفش ايه وكده. فانا يمكن ما قابلنيش مشكلة ان يعني انا ما دخلتوش في الفترة اللي كان لسه الناس مثلا كان الناس اللي ميوزيكلي كانوا بقى وكده. اللي هم كانوا شايلين التيك توك على كتافهم، ما حضرتش انت الفترة دي؟ انا اوريدي دخلته كان في لا المحتوى وفي البتاع، فما كنتش داخل الى حد ما على حاجة غريبة او مختلفة او كده. امم ايه اول حاجة بقى نزلتها؟ اول فيديو نزلته على التيك توك كان فيديو بقول انا اسمي علي، عملت كذا 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 زي تعريفي كده زي اللي لسه عامله معاك. اه. وده اول فيديو ليا على التيك توك، وناوي ان شاء الله اعمل محتوى تعليمي بتكلم في كذا وكذا وكذا، ويبقى سريع وبسيط. قابلت بقى ردة فعل الناس كانت عاملة ازاي بقى، اللي هو مين والله في حضرتك ولا؟ كبداية كان الموضوع حلو، لأن كان امم لسه مفيش ناس بتقدم برودكشن عالي على التيك توك. وأنا يمكن علشان باك جراوندي فوتوشوب وتصوير وبتاع، فكان الكواليتي عندي حلوة. امم وانا برضو من زمان بعمل برزنتيشنز وبتكلم وبتاع وكده، فطريقتي كانت برضو حلوة. فناس كتيرة كانوا اللي هو مين ده، واحد لسه داخل جديد بس تصويره حلو وطريقة كلامه حلوة. فكانت المونتاج بتاعه حلو، بوزيتيف. اه. البداية كانت إيجابية قوي الحمد لله يعني. هي دي حاجة فعلا، حاجة بتميز. انت يعني من اول حاجة اللي هو مين ده، ايه ده، إيه يعني انت بتجيب لنا فيديوهات الاجانب بيعملوها في الايديتنج او المونتاج وكده، وبتعملها لنا انت واحد مصري بيعملها لنا بكل سهولة ازاي طيب؟ اوكي. طب احكي لنا عن اول فيديو كده، يعني مثلا انت في اول حاجه خالص كانت مثلا الفيوهات بتبقى قد ايه، لايكات الكلام ده كله كانت حوالي في الرينج قد ايه؟ هقول يعني بص هقول لك برضو، يعني انا زمان خالص قبل الفيديو الاولاني اللي قلت لك عليه ده، قبليها مثلا ب8 شهور ولا حاجه قبل الكورونا كمان، امم كنت جربت ارمي فيديو على التيك توك بس ما جابش غير 2 او 3 فيو حاجه كده. ما تمام. كانش بلغه التيك توك قوي، كان فيديو اديتنج عادي توتوريال يعني وبتاع، ما نفعش. امم بس غير كده لما رجعت بدأت بقى على التيك توك وبدأت اتكلم عربي، وبدأت اعمل اطلع بوشي واتكلم وبتاع وكده. يمكن الموضوع اخد 3 4 فيديوهات اللي هم كانوا قليلين، لحد ما تقريبا الرابع او الخامس حاجة كده قام جايب 10,000 فيو. احكي فده لنا بقى عن زق. شعورك ساعتها بقى.
انا اوريدي اصلا أنا قبل تيك توك كنت اوريدي شغال على انستجرام وعلى يعني وعلى يوتيوب وكده. امم. ف 10000 كان يعني رقم قليل باللي انا متعود عليه كده كده. بس كان بالنسبه لي لا، انا ده لسه بادئ وتالت ولا رابع فيديو وجبت 10000، لا في بوتنشال رهيب. في يعني هنا لا في حاجه بتحصل، الابليكيشن ده في حاجه، انا لازم اركز اكتر. وحمسني، ده حمسني طبعا ان انا اكمل. واعتقد يمكن مع تامن تاسع او 10 فيديو حاجه كده اللي هو اللي جاب 100,000 بقى. فده ده كان نقله ورفع لي بقى الباقي كله، يعني لما فيديو عندك بيضرب بيضرب الباقي معاه. انت بقى كنت تتوقع ان انت يعني انت داخل الابلكيشن كنت ممكن تجيب 100,000 على الابلكيشن ده؟ لا الصراحه لا خالص، كنت متوقع ان انا هعمل كويس والدنيا هتكبر وكده، بس مش بالسرعه دي خالص. امم. طب ردة فعل الناس يعني في اول حاجة، الناس كانت تمام مبسوطة بالموضوع، ولا اللي هو لا ما تشوف لك محتوى تاني، ما تغير المحتوى، احنا نقضيها بس فوتوشوب وكلام من ده، ولا لا كان مستمر وكمل في المحتوى لا بتاعك بالعكس، لان يمكن اللي انا عامله كان هو الحاجه الجديده او المختلفه. اه دي حقيقة. دي حقيقة فبالنسبة جدا. للناس مش يعني اللي عارف، لو بعمل كل اللي الناس بتعمله ممكن يبقى بالنسبة للناس ممل او كده. امم. انما انا حاجة جديدة وما اظنش في حد يعني في مصر الى حد ما بيعمل زي اللي انا بعمله. دي فلا حقيقة يعني حاجة فعلا. مختلفة، فما حدش اظن اتضايق يعني ان انا بعمل الحاجة دي. فعلا دي حقيقة. طب من فيديو ل10,000 بقى لحد يعني الجايزة اللي انت خدتها السنة اللي فاتت، ونحب نهنيك عليها. حبيبي. الرحلة دي كلها كنت تتوقع ان انت ممكن توصل لان انت تبقى واحد من افضل صناع المحتوى على برنامج التيك توك؟ يعني انا بدأت بقول لك، لما بدأت التيك توك بدأته في اخر 2020. امم. يمكن من الحاجات اللي شجعتني قوي ان كانوا هم عاملين مسابقة في اخر 2020 بتاعت افضل صناع محتوى. امم. ولقيت اللي كسبوها وكانوا عاملين كاتيجوريز، ناس في الاديوكيشن، ناس في المعرفش ايه، ناس في الايه. واللي كسبوها اللي هم يعني احمد صبري ويوسف مجدي، الاتنين صحابي دلوقتي. فلقيت لا ده في ناس بتعمل محتوى حلو، ومحتوى مش حاجة سوبر قوي، يعني مش الحاجات اللي هي المستحيلة حد يعملها، وبتوصل لحاجة كده. فواحد من اهدافي كنت ان انا في يوم من الايام اوصل ان انا ابقى برضو حاجة كده، بمثل امم. التيك توك في حاجة او بتاع. فكانت الاهداف يعني. طب حاجة تانية بخصوص موضوع التيك توك ده، هل انت شايف ان نظرة الناس مؤخرا بدأت تتغير عن فكرة الابليكيشن بتاع التيك توك؟ يعني زمان او يعني من فترة مش بعيدة كان بالنسبة لهم ده برنامج بتخش عليه عشان شوية ناس بتقعد تعمل تقلد اغاني او تعمل مشاهد تمثيلية او كده، وبيخش يتريقوا عليهم. هل مؤخرا بدأت يظهر لا في ناس تقيلة فعلا، وناس بتعمل محتوى، وناس تعمل حاجات مش موجودة أصلا على اليوتيوب، اللي هو المفروض اللي هو أفضل برنامج لصناع المحتوى كده؟ بص اكيد طبعا، اعتقد زمان قوي يعني وقت الكورونا وقبل الكورونا وكده كانت مم. سمعة الابليكيشن فعلا وحشة. مم. بس التيك توك ابتدوا يشتغلوا بقى على فكرة ان هم يشجعوا الناس اللي بتعمل محتوى وما اعرفش ايه وبتاع وكده. فطبعا كان في مرحلة انتقالية كده، اللي يعني كان مم. سمعته اللي هو بقى ما اعرفش يعني، كانت سمعته مش كويسة وخلاص. المهم مم. بعديها مع الوقت ابتدت سمعته تتحسن. وبقى سوشيال ميديا زيه زي الباقي. بس يمكن مازال لحد النهارده التيك توكر الى حد ما اقل شويه من بقيه الحاجات، مم. من مثلا انستجرامر، يوتيوبر، معرفش ايه. يعني لو جبت واحد بنفس الارقام هنا وهنا وهنا، لا مازال الابليكيشنات التانية البرستيج بتاعها زي ما تقول اعلى كده او احسن شويه. دي حقيقة. يعني مش عارف ممكن توافقني في الرأي ولا لأ، بحس إن هو الشخص الناجح على التيك توك هو مش ناجح أكتر في بقية الأبليكيشن التانية، مش مشهور مثلا على الفيسبوك، على اليوتيوب، على الكلام. هو بس مشهور ده في الحتة طبيعي، بتاعته. حتى مم. المشهور على اليوتيوب مش شرط تلاقيه عارف ينجح على تيك توك. كتير مم. بيحاولوا، بالذات دلوقتي كتير قوي من بتوع الانستجرام وبتوع اليوتيوب بيحاولوا بقوة على التيك توك اه ومش عارفين ينجحوا. دي حقيقة برضو. يعني برضو دي حاجة تحسب اللي هو الشخص التيك توكر اللي هو مختص في حتته، ما ينفعش حد يجي من بره مثلا الفيديوهات يبقى. السريعة بقى والترندات مم. ومعرفش ايه وكده ليها حتتها يعني. بس مم. زي ما بقولك مازال برضو سمعته، يمكن ده بسبب ان هو اسهل شوية. يعني اليوتيوبر اللي وصل لرقم عالي زمان، هو قعد ده تسأل اي يوتيوبر تقيل يقولك انا بقالي 7 و8 و10 سنين دي ومعرفش ايه. حقيقة. مم. وهتلاقي معاه تيم عملاق وراه وبيعملوا ومعرفش ايه وبتاع وكده. انما مم. اللي على التيك توك هم فيديوهات سريعة خفيفة من
البيت بالموبايل محطوط قدامك. فيمكن علشان كده مش متقدرة بقوة مثلا بقية الابليكيشنز او كده يعني. دي حاجه. طب انت ايه الحاجات اللي نفسك تتطور في التيك توك؟ يعني انت لو مسكوك منصب كده ويقول لك يعني خد حط لنا خطه كده عشان ايه الموضوع يكبر اكتر، الموضوع ينتشر، ايه الحاجات اللي نفسك تتطور؟ والله هو السؤال ده صعب قوي. بس انا هتكلم من ناحيتي كعلي، بس ده مش شرط يبقى لمصلحة الابليكيشن كله، انا هتكلم كعلي يعني. امم. انا يعني مشكلتي الرئيسية مع التيك توك ان هو يعني انت لو عندك 10 مليون فولور على التيك توك ممكن ما تفرقش لو عندك 200 ألف من ناحية الريتش. دي حقيقه فعلا. ايوه انا اه باخد بالي القنوات اصلا ممكن فيديو واحد بس هو يعني مش بقى عنده 10,000، هو عمل قناه نزل فيديو واحد مثلا كان حاجه ليه في الشارع او حاجه، يعني ضربت فهو كل فيديو مستقل قوي على التيك توك. امم. فده ما بينفعش او مش في صالح قوي الشخص اللي بنى وعنده فولورز كتير اللي هو زي مثلا، امم. لكن في صالح الشخص الجديد. دي فاهم حقيقه. ازاي؟ لان الجديد عنده الفرصة ان هو يضرب، على عكس مثلا الانستجرام ولا اليوتيوب. لو انت بدأت كجديد دلوقتي صعب قوي تضرب، لان الاولويه رايحه للناس اللي اوريدي عندها فولور، هو فولور بيزد. انما امم. التيك توك هو كل فيديو حاجه منفصله ومبني على الفور يو بيج بقوه. دي حقيقه فعلا. دي حاجه من الحاجات، يعني مش عارف طبعا حلها ايه يعني للناس كلها، بس دي من الحاجات اللي نفسي تتظبط، ان هو يظبطوا شويه الاولد كرييتور. حاجه تانية، التيك توك من الابليكيشنز اللي منع فكره الاعلانات، ان امم. انت تعمل اعلان او كده ده somehow بيوقعوا لك الفيديو ضد القوانين او ضد القواعد او حاجه كده يعني. دي فدي من يعني الحاجات اللي موضوع ضرر، ده ضرر كبير جدا لاي حد برضو شغال او واخد الابليكيشن ده كالحاجه الاساسيه بتاعته. دي حقيقة. طب هو يعني برضه سؤال، وبرضه الناس بتسأل السؤال ده كتير، هو التيك توك بيدخل ربح للشخص اللي صانع لا المحتوى؟ كفيديوهات، لا كفيديوهات على الفيوز ده وكده برضه ده لا برضه حاجة مفيش حلوة. ربح. الربح الوحيد في التيك توك الدايركت، اللي هو فكرة اللي هي الهدايا اللي ممكن تكون بتشوفها في اللايفات، ان حد امم. يبعت لحد، ده بنسميها الدونية، يعني كأنه تبرع، واحد بيتبرع لك في اللايف بهدية، بفلوس، بوردة، بأيا كان، ده بتحولها لفلوس دايركت على طول. كنت لسه كده، هل الموضوع ده من الحاجات اللي مسوقة سمعة التيك توك امم أكتر في مصر؟ دي حقيقة. موضوع اللايفات وكبسوا والحاجات دي. اه يعني عاوزين، يعني انت برضه لو بايدك ان انت تحكم، هل في حاجات اظن انها تتحكم في موضوع اللايفات ده شويه؟ ده اللايفات دي لازم نحكي فيها. بص هقول لك حاجه الاول، يعني انا اولا اللايفات، هو انت قلت مساواه سمعه مصر، هي مصر من الدول الضعيفه في اللايفات مقارنه ببقيه الدول العربيه عامه. يعني اظن احنا بره بنستخدمه مصر في استخدام اقوى. سيء خالص. وبره برضو ناس كتير، يعني هو ترند اللايف في التيك توك كله في الوطن العربي ماشي بالمنظر ده للاسف. امم. معرفش بره، يعني ما بيطلعليش فيديوهات بقى الدول بتاعت بره، بس هو في مصر الدنيا مش لطيفة في اللايف خالص في رأيي يعني، او في امم. الوطن العربي قصدي يعني. اللي نفسي يتعمل في اللايف اصلا، وانا برضو يعني مش ضد الناس دي، هو دول ناس بيطلعوا بيقدموا انترتينمنت نقدر نقول رخيص شوية، اللي هو محتوى ترفيهي ويقعدوا يهبلوا وبتاع وتحدي ومعرفش ايه. وناس بتبعت لهم فلوس، فهم يعني مش بيعملوا حاجة غلط، فاهم؟ امم. مش بيعملوا حاجة مسيئة أو حاجة بذيئة مثلا أو حاجة فيها ألفاظ، أو مش بيعلموا الناس حاجة وحشة، ولكن هو محتوى غير هادف ملوش أي لازمة. فاللي في رأيي ممكن التيك توك يبدأ يعمله، أعتقد هم بيعملوه بس يمكن مش بقوة قوي، لأن هم ما زال ده جزء كبير من ربحهم، يعني ما ينفعش يتخلوا عنه، لأن هم بياخدوا نسبة على الهدايا اللي بتتباع دي. امم. فاللي ممكن أعتقد يعملوه هو فكرة إن هم يبدأوا يبوشوا لايفات للكرييتورز الطبيعيين او للحاجات العدله. امم. يبداوا يفكروا مثلا مع الكرييتورز، احنا هنعمل برنامج مع فلان يومي طبخ بتوع كل الفود، امم. احنا هنعمل رحلات، عملوها عامه قبل كده معانا. يعني كنا امم. بنعمل اللي هو اكسبلور ايجيبت، كنا بننزل نلف في مصر، وكل واحد يعمل لايف من مكان معين في مصر مختلف خروجه. بس طبعا للاسف الناس المتفرجه ما زالت مش مهتمه قوي بالحاجات دي، والناس اللي بتبعت الهدايا ما زالت برضو ما بتبعتش هدايا للحاجات دي. يعني انت لو فتحت هتلاقي الفيوز كلها عند اللي بينطوا بيعملوا كبسوا بتاع والتحديات، والهدايا كلها عندهم.
فهو مم. التيك توك زق الحته دي، بس لقاها ان هي مش في مصلحته العامه. يعني برضه مش لاقي لها الحل، فاهم؟ انا بقترح بس. يعني يا رب يسمعوا الاقتراحات دي ويعملوها، لان فعلا الموضوع يعني الموضوع بقى سهل، يعني مبقاش في حد حتى بيصنع، هو بمجرد فاتح ويعني اتبرعوا يا جماعه، يعني هو حتى هو بيقولها خلاص، بيقولها صريحه كده، اتبرعوا لي يا جماعه، عاوز اشتري مش عارف ايه، عاوز اعمل مش عارف ايه، يعني حتى مش لطيفه خالص. ايوه فعلا فعلا. انا حتى من المشاكل، يعني انا بحب اطلع لايفات كتيره بطبخ، انا بحب الطبخ. اه فبدل ما اطبخ عادي من البيت، انا بطلع لايف وبطبخ مع الناس، ويبقى اه لايف لطيف وحلو وفي المطبخ ونطبخ سوا وجميل. بس لما ناس تسالني مثلا ايه ده انت بتطلع لايفات على التيك توك، بخاف اقول لهم اه علشان هيفتكروني بطلع، فاهم؟ كبسوا بقى وبعتوا ايوه لي. بالظبط. فهي اللايفات ما زالت يعني سمعتها وحشه، بس زي ما قلت هو التيك توك محطوط في فكره الناس بتتفرج على الحاجات دي اكتر، والناس دي بتدفع حقيقه. فلوس في الحاجات دي اكتر. فهو التيك توك مم. محطوط بين ان انا ابوش واحاول احسن سمعتي، وبين ان انا اخسر اللي الناس عايزاه. ف هو محطوط ما بين الحته دي فعلا. اي فهي دي من وجهة نظرهم، انما انا كعلي من وجهة نظري لا، انا عايزهم يلغوا خالص الحاجات دي ويزوقوا اللايفات بتاعتي وانا بطبخ من المطبخ وخلاص. طب ما خليني اسالك سؤال برضو مهم، عشان اللي بيسمعنا وحابب يبدا في مجال التيك توك وكده، واظن مش هلاقي احسن منك بعد، يعني الحمد لله، بعد كميه الفولو الرهيبه وكميه اللايكات والحاجات دي. يعني سؤال كده، ازاي انجح على التيك توك؟ البداية تيك توك بس عامة مش سوشيال امم ميديا. اه لا تيك توك بس. ماشي. هو هيبدأ، يعني ايا كان المجال اللي هو فيه، انصحه يبدأ يتابع مثلا 20 30 واحد في نفس اللي هو بيعمله، ويبدأ يتفرج على فيديوهاتهم اللي ضربة، ينقي بس الفيديوهات اللي ضربت عندهم. يحاول اه يعمل الاول زي استادي كده سريعه، اللي هو ايه اللي بيضرب، بيتكلموا ازاي، بيعملوا ايه، بيستخدموا موسيقى ايه، ترند ايه، امم الستايل ده، عشان على الاقل يبقى عنده فكره. بعد كده تمام. هيشوف هو المحتوى بتاعه ايه، ويحاول يثبته في البداية بقدر الإمكان، ما ينوعش كبداية، يثبت في البداية لحد ما يتعرف، بعد كده ممكن ينوع. بعد كده الاستمرارية، زمان كنت دايما بقول للناس فيديو في اليوم، بس أعتقد في الوقت اللي احنا فيه ده والدنيا ضغط ومعرفش ايه، وفي منافسة عالية قوي، أعتقد كبداية ممكن 2 أو 3 في اليوم. امم واخر حاجة ودي بقى لازم بتيجي مع الوقت، ان هو يفهم لعبة التيك توك ماشية ازاي. لان هو امم زي ما قلنا اللي بيعملوا مثلا محتوى على اليوتيوب ما بينجحش على التيك توك، لان كل ابلكيشن ليه لغة، ليه تاتش كده معين الواحد بيفهمه من كتر ما بيتفرج ومن كتر ما بينزل فيديوهات كتيرة، ويعرف مين منهم اللي عمل كويس وضرب ومين منهم اللي ما عملش كويس وضرب، فبيبدأ امم يفهم اللعبة ماشية ازاي. فعلا. هو تحسه ليه التيك توك ليه حسبة كده بتاعته، فاهم يعني؟ تنزل مثلا 10 فيديوهات ما يجيبوش، تنزل الفيديو ال11 تلاقيه انتشر بالظبط، ما عشان كده بنقول اه استمرارية، كل يوم 3 فيديوهات، عشان لحد ما ايه، لحد هي في مرة كده هتقوم ظابطة معاك. تمام جدا. طب انت برأيك، هل لو شخص لسه بادئ يختار مجال واحد متخصص فيه، ولا التنوع بيبقى حلو برضه وبيعجب ناس؟ ده كسوشيال ميديا ولا امم كعلى ايه؟ اه على كسوشيال ميديا دايما كبداية بنصح الناس ان هي اللي هو سبيشالايز، يختار حاجة واحدة بس. امم لان انت كبداية الناس مش متعلقة بيك شخصيا، ومش بتتفرج، يعني الناس في البداية مش بتتفرج عليا كعلي، هي امم بتتفرج على محتوايا، اللي هو مثلا بتاع التصوير، بتاع الفوتوشوب، اللي بيعمل كذا. لحد ما مع الوقت الناس تبدأ تعرفك، تقدر تتنوع. زي انا دلوقتي مثلا بطلع اعمل فيديوهات فيها اكل، لان انا اوريدي الناس من كتر ما اتفرجت عليا من زمان، ابتدوا يبقى في زي بوند كده بيني وبينهم، يعني زي في علاقة بيني وبينهم، هم متعلقين بعلي كشخص مش بس علي كمحتوى. دي فده حقيقة اداني فعلا. الامكانية ان انا اقدر انوع اكتر. ويبقى واثقين في آرائك، أي رأي تقوله في أي موضوع، هم واثقين إن اه علي بالظبط، اللي ده هو رأيه علي الصح. هيتكلم على الفلوس هنسمعه، لان احنا عارفين ان علي من ساعة الايديتنج احنا بنحترم رأيه، او مثلا بنعامله كأنه هو بيفهم، او شايفين ان هو بيفهم او كده. امم
دي حقيقة. انت كنت يعني خلينا نرجع لك بقى، انت كنت بتحس بتحدي كده لما الناس تبعت لك فيديو تقول لك يا علي شوف في واحد اجنبي عمل فيديو زي ده، هتعرف تعمله لنا ولا لا؟ بفرح جدا طبعا لما الناس بتبعت لي و... الحاجات دي ومش بتبقى صعبة بقى فعلا، صعب انها تتعمل، انت بتعملها في 30 ثانية، اللي هو هي يا جماعة بتعمل عادي. بص، حاجات وحاجات. لا ويعني انا بيبقاش هدفي اكتر ان انا اعملها احسن من الشخص، على قد ما انا بيبقى هدفي ان انا ابسط للناس الخطوات اللي بتوصل للحاجة دي، لا لان واحنا الصراحة احنا. احنا الصراحة بنفرح لو في واحد مصري عرف يعملها. ايوه ابن ايوه بلد اهو. وببسط، بحاول ابسط الموضوع. والموضوع ده اه بدأ لي ان انا كنت بتصور، لا يعني زمان لو كنت متابعني من بدري كنت بتصور زي الممثلين. مش عارف اه حضرت الفترة دي اللي هو اجيب بوسترات ايوه الممثلين واتصور عامل زيها. فهي كان نفس الفكرة، اللي هو انا بجيب حاجة يمكن الناس وهم قاعدين في بيتهم يبصوا يفتكروا ان هي صعبة ومحتاجة تيم مستحيل ومعرفش ايه، واحاول بامكانيات بسيطة في البيت احاول اعمل الحاجة اللي احنا حاسينها صعبة قوي او مستحيلة قوي او كده. فهي هو ده الفكر يعني ورا الموضوع. طب خلينا مكملين معاك شويه، ايه مين بقى الناس اللي تحب تتابعهم على التيك توك؟ انا متابع كتير قوي، متابع حوالي 2000 واحد، بس هحاول ادي لك يعني زي اه نبذة كده اكتر عن ناس، ايه نوع حتى ننصح الحاجات. ناس ان هم برضه يتابعوهم برضه. يعني الناس اللي انا بحب اتابعهم كبداية، ودول صحابي شخصيا، اللي هم الناس بتوع المحتوى التعليمي في مصر. امم يمكن اللي معروفين شويه منهم صبري عبد الله عنان، امم يوسف مجدي اللي هو زي ما بقول لك كده، علي جيلاني الكبسوله. كل الناس دول صحابي شخصيا، وانا امم متابعهم من قبل ما ابدا، وبقينا اصحاب بعد ما بدات. فدول بحبهم، بحب اتفرج عليهم لان هم في مجالي. بنسميهم يمكن في لغة البيزنس كومبيتيتورز او منافسين، بس هم مش منافسين، هم اصحابي يعني. اه لا بس ده واضح كده. دايما بنبوش بعض، بشوف هما بيعملوا ايه، بحاول ده فلان عمل فكرة حلوة احاول اعمل فكرة حلوة كده. ده جزء من المتابعين. الجزء التاني بقى انا متابع اجانب كتير قوي اللي هما بيعملوا بقى الايديتنج والافكتات والحاجات دي، لان ده شغفي ودي الحاجات اللي انا بحبها يعني. امم والجزء الاخير بقى اللي هو الناس اللي بتقدم محتوى انترتينمنت، حاجة لطيفة ظريفة. ببقى مثلا بالليل قبل ما انام بقلب، عايز اتفرج على حاجة تضحكني، حاجة خفيفة، حاجة ضحك، معرفش ايه. دول برضو جزء كبير جدا من الناس اللي انا متابعهم. دول دول ناس كناس. متنوعه بقى اه. دول ناس متنوعة، اي حد بيعمل محتوى لطيف يعني او كده. غير اه كده بقى دول يعني الناس اللي انا يمكن متابعهم وبتفرج عليهم. غير كده انا يعني بتابع ناس كتير قوي، اي حد بلاقيه بيعمل مجهود ومثلا بيحاول يقدم محتوى او بيعمل حاجة حلوة او كده 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 بتابعه يعني. لان دي امم حاجة انا ببقى حاببها لنفسي يعني. انا حابب ان انا لو حد شافني يتابعني، وطالما بعمل مجهود وبعمل حاجة حلوة فبعمل كده برضو مع الناس. طب خلينا برضه نسألك سؤال تاني، ايه انت اكتر مجموعة فيديوهات بتحبها لنفسك؟ يعني انت لو بتتفرج كده على نفسك، انا احب الفيديوهات دي او السلسلة دي انا انبسطت فيها، مثلا زي رحلة الغردقة اللي كانت لسه اخر سلسلة فيديوهات، زي مثلا الحاجات اللي هي في دبي، زي الحاجات الفوتوشوب. ايه انت اكتر حاجات بتحب؟ يعني انا بحب اتكلم في هقول المحتوى ده، بحب انا اتكلم. انا بستمتع قوي بمحتوى السفر، بحب قوي امم الحاجات الغريبه في السفر، بحب تصويره. بحب ان انا اقعد اجمع الفيديوهات واحكي قصه بقى من الفيديوهات اللي صورتها وما اعرفش ايه وكده. ده من الحاجات اللي بحبها. برضو بحب قوي اللي هو بتاع اللي هو الممثل ازاي تتصور زي الممثلين، اللي امم هو اجيب. وده لان ده كان بيبقى تحدي بالنسبه لي، انا بجيب بوستر متكلف ونازل في السينما ومعرفش ايه، انا عايز وتشتغل عليه فريق اتصور انا. بحاله. عايز اعمله في البيت وعايز اطلعه زيه او احسن، فاهم؟ اللي هو عايز اعمل البوستر بطريقه حلوه. فده اه من الحاجات برضو اللي كنت بستمتع بيها قوي وانا بعملها. وبرضو التحديات طبعا الاجانب بقى، ان انا امسك بقى فيديو اقعد احلله بقى جزء جزء كده واشوف بقى بيعملوا ايه واحاول اعمله في الاخر وبتاع وكده. برضو من المحتويات اللي بحبها. دي يعني وانا الصراحه بحب المحتوى ده جدا الصراحه. طب انت بالنسبه الموضوع الفوتوشوب، ما جالكش عروض او حاجه ان انت تشتغل بقى آه، حاجات ليها علاقه بافشات افلام او كلام من ده، بما ان انت كنت يعني كبوسترات في بتسهل لهم؟ مصر ما حدش، اه لا. في مصر ما حدش في الافلام خالص كلمني، لان اعتقد الموضوع بيبقى ماشي اكتر. بتبقى شركة انتاج كبيرة تحتيها كذا طب انت لو حد. لو اتعرض عليك الموضوع هتوافي ولا؟ لو بير بروجكت يعني، لو حاجة فريلانس هوافق. لو شغل دائم او كده مش هوافق.
لان انا مش حابب فكره ان انا اربط نفسي بحاجه واحده او كده. انا بحب ابقى اجرب حاجات كتير واعمل حاجات كتير وكده. دي حقيقة. طب انت برضه خلينا نسألك سؤال تاني. هل مع فكرة ان انت تبقى يعني شغلك يبقى على ابلكيشن، والابلكيشن ده لازم عشان تخش عليه لازم الناس تشترك او تدفع حاجات سواء يومية او شهرية او كده، اللي هو شغل اللي انت تبقى حصري بس عند ابلكيشن واحد والابلكيشن ده بفلوس؟ انا يعني ما عنديش ما عنديش مشكله، قصدي ان انا امم اعمل في حاجه زي كده، بس هيبقى في محتوى مخصوص للحاجه دي. امم يعني انا لو دخلت ابلكيشن من النوع ده في الحاله دي ممكن الابلكيشن ده ابقى بعمل عليه حاجات كورسات مثلا، امم حاجة اللي هي مفيدة بقى 100%، لأن اللي دخل يتفرج عليا هو دافع فلوس، فلازم أقدم له حاجة هاي كواليتي قوي. على التيك توك أوقات أنا امم بفتح الكاميرا وبتكلم اللي في دماغي بهبل، فاهم، اه بعمل ما أي اه حاجة ما ما سريعة. اه الناس. اه فانا ممكن طبعا اخش في حاجه زي كده، بس ساعتها هبقى عامل لنفسي بقى محتوى معين، حاجه معينه، بحيث اللي دافع فلوس عشان يشترك ويخش يتفرج عليا لا هيلاقي يلاقي حاجه اب تو ستاندرد يعني. يلاقي حاجة أحسن من ده هتبقى صعبة أوي. يعني أنت على تيك توك أصلا بتحاول إن أنت تقدم الفيديوهات حتى لو أقل حاجة برضو بيبقى فيها صورة اكيد اه، كويسة، الواحد بيبقى فيها بيبوش نفسه للاخر، بس في يعني الواحد يقدر اكتر. ممكن احط ترجمه، فاهم، في كل الفيديوهات مثلا. مم. ممكن يعني ممكن يبقى في ليفل اعلى طبعا من الديتيلز، ده ما بنعملوش على التيك توك، لان احنا في التيك توك بنحاول ننزل كل يوم، فصعب قوي اكيب الليفل العالي قوي ده من البرودكشن وانا بنزل كل يوم فيديو ولا فيديوهين. دي دي حقيقة فعلا. طب يعني بعد كل يعني المحتوى الجميل اللي انت وصلت له ده، والنجاح بسم الله ما شاء الله اللي انت محققه، وجايزة السنة اللي فاتت، اللي جاي بقى، هل اللي جاي ممكن يبقى فيه اكتر من كده، ولا انت هتحاول تحافظ على المستوى اللي انت وصلت له؟ خلاص احنا تمام في المنطقة دي وانا مبسوط كده. لا اكيد اكيد طبعا، لسه الواحد صغير على ان هو مم. يقول انا مبسوط خلاص ويقعد. ايوه. لا، لازم طبعا في اهداف ان شاء الله جامده وكبيره، ونفسي اتوسع، ونفسي ما يبقاش الموضوع تيك توك بس، ابدا بقى على كذا بلاتفورم. ممكن اطلع اعمل برنامج في رمضان، نفسي يعني في حاجات افكار كتير. طب وجزء حلو. وجزء كبير من اهدافي برضو ان انا ابدا اعمل محتوى للناس اكتر ما هو ليا. مم. يعني بمعنى كان مثلا من الافكار، مثال يعني سريع، كنت عايز انزل اسلط الضوء على الرياضات مم. اللي مهدور حقها، لان انا مم. كنت كسبت جايزة عن الرياضة، ففي الفترة دي كنت بكلم ناس كتير في رياضات مختلفة، فاكتشفت ان مثلا في مصر في كمية ناس كتيرة ابطال في رياضات كتيرة، بس ما عليهمش ضوء. ده فقلت انا اعمل هدافين مثلا سيريز كامله، بنزل اقعد مع الناس دي واجرب الرياضات الجديده، ويبقى حاجه ظريفه ومسليه، والعب مع الناس دول الرياضات اللي هم بيلعبوها. ففي افكار كتير يعني ان شاء الله نعملها بس. ده لازم. وخصوصا الموضوع ده يبقى فيه ابطال اولمبياد وبيجوا بعدها بسنه محدش عارفهم، او اه بالظبط، بيعتزلوا اللعبه وما بسبب يعني موجود كتير فعلا. طب تمام حلو. قول لنا كمان خطط عن 2023، خططك كمان. آه الموضوع جميل. خطط هي زي ما يعني توسع في اللي انا فيه اوريدي، عايز اسافر اكتر وابدا اعمل محتوى سفر شويه مثلا، لان زي ما هتتوسع في قلت لك. محتوى السفر ده، تبتدي بقى تروح بلاد تانية مختلفة وتجرب للناس أكتر وكده. لان بحس السفر، يعني السفر مهم بالنسبه لنا، بالذات احنا في بلد نقدر نقول احنا كلوز مايندد قوي يعني. بحس دي لما حقيقة. بتوري الناس ثقافات البلاد التانية وطريقتهم عايشين ازاي والدنيا بره عامله ازاي وكده، بتوسع شويه فكر الناس. الناس بتبقى مهتمه تشوف الناس بره بتعمل ايه، حاجات مم. غريبه، تشوف الطبيعه بره. يعني السفر من الحاجات الصراحه انا بحبها جدا شخصيا، ومن الحاجات الجميله يعني. تمام جدا. احنا ما سألناش عن الفوتوشوب صحيح، يعني ما ينفعش يبقى انت معانا وما الناس ما تسمعش حاجة عن الفوتوشوب. ايه اهم حاجات لازم برضو شخص بيبدأ يتعلمها في موضوع الفوتوشوب، عشان برضو الناس اللي بتسمع وحابة تدخل المجال ده. هو الفوتوشوب عامة أنا في رأيي دلوقتي الناس كلها لازم تتعلمه، لأن أنا ما امم بقيتش أقول عليه برنامج، بقيت أقول عليه لغة. لأن إحنا دلوقتي في زمن تمام. بنعبر عن تلات أرباع حياتنا عن طريق فيجوالز.
عن طريق بيكسلز. فالفوتوشوب بقى لغة اغلب الناس لازم، يعني اغلب الناس بتستخدم اصلا لما بيصوروا صورة، لما بيعملوا اي حاجة بيعملوا شوية اديتنج. امم. فاوريدي الفوتوشوب جزء من حياتنا. الطريقة اللي انا برشح الناس تتعلم بيها فوتوشوب واللي انا شخصيا اتعلمت بيها هي طريقة يعني بسميها بالعكس شوية. يعني أنا كنت بفتح التوتوريالز لناس بتشتغل على يوتيوب مثلا، تمام. وببدأ أمشي وراهم خطوة خطوة من غير ما أدرس التولز أصلا. وفي تمام. النص بلاقي نفسي بقف مثلا في حاجة معينة، فأقوم راجع مدور على التول دي. بحس الطريقة امم. دي من التعليم أحسن من إن أنا أقعد أدرس التولز كلها بعدين أنفذ. لا، أنا بنفذ على طول، لأن في حاجات أوريدي لقيت نفسي وأنا بنفذ جبتها على طول على الطاير كده. والحاجات تمام. اللي وقفت فيها رجعت لها، وحاسس ان انا مخي قدر يوظف التول على طول، بدل ما ادرس التول وانا مش عارف هستخدمها في ايه قدام وبعديها ابدا انفذ فاكون نسيتها اصلا. فهي دي الطريقه. ففولو توتوريالز كتير، وعلى اليوتيوب فعلا في توتوريالز ملهاش اول من اخر. يعني انا كمان دي لما حقيقة. بدات من 5 سنين اتعلم كان الناس اقل، دلوقتي الناس مئات الاضعاف يعني. امم. دي حقيقة، دي حقيقة جدا. طب شايف ان هو يعني هل في الشغل اللي هو بيعمله، هل المفروض ينزله على منصات معينة، ولا مجرد بس ان هو يحطه حاليا في حاليا احنا في زمن الشورت فيديوز اكتر. امم. فاللي بنصح بيه التيك توك، الانستجرام ريلز، الفيسبوك ريلز قوية جدا الفترة دي بالذات، امم. ال اليوتيوب شورتس. ويختلف من بلد لبلد. يعني انت لو قاعد في دول الخليج مثلا السعوديه امارات عندهم ما فيش حاجه اسمها فيسبوك، فيسبوك ده ما بيفتحوهوش اصلا. فمش مهم الفيسبوك ريلز. في الحاله دي هتروح لسناب شات، عاملين حاجه اسمها سبوت لايت، لان سناب شات قوي قوي في دول الخليج. فانت اه شوف كده على حسب. بس هو الفكره انت كده كده عملت فيديو وتعبت فيه والفيديو دقيقه، ليه ما تجربش تنزله في كل البلاتفورمز؟ يمكن واحد يضرب منهم، يمكن كلاينت يجيلك من هنا، يمكن شغلانه تجيلك من هنا. يعني امم. انت عملت الجزء الصعب، فاضل على جزء الابلود والعنوان اللي هتكتبه تكسل. نزل في كله ومحدش عارف مين اللي هيجي معاك ومين اللي هيضرب معاك. تمام جدا. احنا كده وصلنا لاخر الحلقة البسيطة دي. يعني انت شرفتنا والله والله يعني. انا اتبسطت قوي و... بالاسئله وبالحاجات. يعني والله دي حلقة من عزيزة جدا على قلوبنا، وانت شخص جميل، وربنا يكرمك وتفضل كده دايما من افضل صناع المحتوى على التيك توك، ودايما كده ايه مشرفنا كده، وبقيت تمثل مصري كده وتعمل كل الفيديوهات يا رب. اللي كان نعلم على بيعملوها الاجانب كلهم. كلها كده. وان شاء الله دي مش اخر مرة بقى، يعني دايما كده نعمل حلقات جميلة مع بعض. ان شاء الله ان شاء الله. حبيبي يعني. وكده نكون وصلنا لاخر حلقتنا، يا رب تكون عجبتكم. متنسوش بقى اللايك والسبسكرايب وكل الحاجات الجميلة والشير وكل الحاجات دي، واستنونا الحلقة الجاية من البودكاست بتاعنا.